أقوى فيديو لتفريزات رمضان. نسمي الله. النهاردة إن شاء الله هنعمل فيديو حلو قوي، هيعجبكم هينور رضاكم. هنفرز كمية خضار حلوة جدا لرمضان ان شاء الله، هتنفع في الفريزر. تطلعي على طول الحاجة جاهزة وهتحطي يعني هتشيليهم في الفريزر لرمضان، وهتطلعي على طول الحاجة هتبقى جاهزة بالنسبة لك، وهترمي معاكي كمية ما شاء الله لا قوة الا بالله. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، ونقول بسم الله ونبدأ الفيديو بتاعنا. النهارده الحمد لله احنا جبنا شوية مشتريات حلوة قوي هتنفعنا بالنسبة لرمضان، وممكن كمان يعني لو هتستعملي منها لشهر شعبان هتستعملي منها لشهر شعبان برضو، برضو هتفيد لرمضان صدقوني، لان ما شاء الله. اول حاجة احنا انا نزلت جبت كرنبتين تمام وخضرة، وجبت ملوخية خضرة. ده كيلو ملوخيه خضراء بس، لان ما عادش فيه ملوخيه اللي هي الفلاح دي، ما عادتش موجوده، فجبت الملوخيه اللي هي القطاوي دي موجوده طول السنه كده كده. وجبت نص كيلو فاصوليا، لان انا الفاصوليا الخضراء انا ما بخزنهاش، الولاد عندي ما بياكلوهاش. الولاد عندي يعني انا بحطها بس في شوربه الخضار كده، فجبت نص كيلو كده. قلت احطه مثلا على كام كيس كده علشان خاطر يعني شوربه الخضار. وجبت 2 كيلو جزر، وجبت 2 كيلو ونص بسله تمام، عشان خاطر هنعمل ان شاء الله فيديو ان شاء الله هيعجبكم وهينور رضاكم، وان شاء الله اتفرجوا معايا للفيديو للاخر، هتستفادوا كتير كتير منه. انا الفيديو ده قعدت اصور فيه يومين، خد مني وقت جامد ومجهود. كل سنه وانتم طيبين وبخير وبصحه وبسعاده. وتعالوا نشوف عملنا ايه مع بعض، ونبدا الفيديو ونسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاه والسلام. اللي وصل لغايه هنا ما ينسانيش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. طبعا اول حاجه انا قلت اعمل الكرنب الاول. انا طبعا قطعت الورق اللي هو الاخضر اللي بيبقى على الكرنبه من فوق ده، طبعا دوت بيكون كبير على الفاضي وكده كده احنا ما بنستعملوش. لو عندك طيور ممكن ان انت مثلا تقطعيه وتحطي له الطيور بتاعتك، تستفادي منه برضو على قدر الامكان ان انت تحطي له الطيور بتاعتك. بعد كده جبت السكينه وقورت الروز بتاعت الكرنبه اهي زي ما انت شايفه كده. طبعا انا قلبه الكاميرا عشان خاطر البنوتات اللي لسه سنه اولى جواز يتفرجوا يشوفوا انا بعمل الكرنبه ازاي تمام. بعد كده انا كنت جايبه شويه طماطم، قلت اصلصهم. الطماطم صدقوني يا جماعه تخديعه الطماطم بتبقى في رمضان، يعني انا مش من طبيعتي ان انا على طول بصلص طماطم في الفريزر، بس انا بصلصها في اوقات معينه، يعني وقت مثلا زي وقت رمضان، زي اوقات العيد، زي الاوقات دي انا بحب الحاجه تكون جاهزه عندي ان انا اشيل واعمل منها على طول تمام. بتبقى موجوده، بتوفر في الوقت وفي المجهود، وبتوفر كمان ان انت لو عايزه تعملي حاجه، وبتوفر كمان صدقوني كمان في الفلوس. فيعني ايه نحاول كده على قد ما نقدر ان احنا نملى بيتنا خير اليومين دول، علشان خاطر دخلت رمضان. كل سنه وانتم طيبين يا رب وبخير وبصحه وبسعاده. فانا كده جبت شويه الطماطم كده، قلت ايه اغسلهم. هتشوفوا دلوقتي الطماطم دي هتطلع علينا صلصه قد ايه ما شاء الله لا قوه الا بالله، بس تعملوا بالطريقه اللي انا بقول لكم عليها. هتطلع علينا يعني شويه صلصه حلوين كده، هيكفوكي طول شهر رمضان في الطبيخ مثلا، في المحاشي مثلا، في اللي انت عايزاه، يعني المكرونه بقى الحاجات دي هتطلعي على طول وتعملي هتكون جاهزه عندك. هو تعب يوم واحد وبعد كده هيبقى عندك الحاجه في الفريزر تريحك طول شهر رمضان، بالذات بقى اللي عندها ولاد. ربنا يخلي يا رب، ربنا يحفظ ولادنا جميعا يا رب كده، بالذات اللي عندها ولاد الحاجات اللي يعني بتتعب يومين 3 كده ورا بعض، وبعد كده الدنيا بتبقى رايقه عندها.
خلاص. فانا بعد ما شطفت الطماطم كده مرتين في الحوض، غسلتهم وحطيتهم في المصفى الكبيره دي كده عشان خاطر ايه يصفوا ميتهم. وبعدين ابتديت ان انا اقطع الطماطم إيه 4 تربع. خلاص جبت حله كبيره كده وقطعت الطماطم 4 تربع إيه لغايه، وشلت طبعا اللي هي الحته البيضه اللي فوق دي، وقطعتها 4 تربع ورفعتها على النار علشان خاطر بس توطي تهدي النار خالص على الطماطم، يعني انا مش عايزه النار عاليه. وكان عندي 3 4 بنجرات كده، قشرتهم وقطعتهم وحطيتهم برضو مع الطماطم. تمام. بصوا البخار كان طالع فالكاميرا ما كانتش احسن حاجه، بس انتوا هتشوفوا لون الطماطم دي بعد ما تهدى وانا بعملها في الخلاط. حاجه حلوه جدا ولونها هيعجبكم قوي، وكمان القوام بتاعها حلو قوي. ماشي. بعد كده بقى جبت البسله، قلنا نفرط البسله. دول 2 كيلو ونص بسله، ما شاء الله. يعني هتشوفوا رموا معايا اكياس كتير. كام كيس؟ انا عندي الولاد الحمد لله، ربنا يا رب يحفظهم ويحميهم، بيحبوا البسله. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. وجبت برضو 2 كيلو جزر، قلت عشان خاطر برضو احطهم على مع البسله يعني. انا بحب الجزر كتير في البسله عشان خاطر يدي البسله يعني تسكيره كده حلوه. بعد كده ولعت على ميه الكرنب. ميه الكرنب يا جماعه يعني ايه، تحسوا كده ان وانت يعني لما بتحطي فيها معلقه سكر ومعلقه كمون، الورق بتاعك بيطلع مقرمش ومسكر. هو كده كده الكرنب اليومين دول، يعني مش عايزه اقول لكم زبده، جميل 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 اليومين دول. طوبه، شهر طوبه ده، هاتي كل الكرنب زي ما انت عايزه، وما بياخدش وقت خالص في التسويه. تمام. فانت لو عايزه تخزني كرنب او لو عايزه تجيبي كرنب، تجيبيه في الشهر ده، تخزني بقى طول السنه يقعد معاكي، ولا احسن من كده. فانا ولعت على الميه، حطيت فيها معلقتين سكر كبار ومعلقه كمون كبيره. تمام. وولعت عليها لغايه ما هتدخل ايه في الغليان. بعد كده انا جبت اقشر الجزر. انا جيت اقشره بالسكينه الصراحه ما عرفتش اقشره، فانا كده كده كنت جايبه اللي هي القشاره دي بتاعت البطاطس والجزر والحاجات دي، كنت جايباها لسه بس ما كنتش لسه فتحتها. فبصراحه كده فتحتها لان انا كان عندي شغل كتير. هي ما شاء الله حاميه وجميله، واشتريتها ب25 جنيه. مش غاليه بالنسبه يعني لسرعتها، وبالنسبه للسرعه اللي انت هتعملي بيها حاجه. هي مش غاليه خالص، هي ب25 جنيه، وجميله جدا، ساعدتني في تقشير الجزر بسرعه بصراحه. وقشرت كميه الجزر 2 كيلو بسرعه كده، وابتديت ان انا اقطع فيهم بالسكينه لغايه ما خلصت كميه الجزر كلها. انا بحب الجزر احطه مع البسله، يعني عشان خاطر برضو لما تيجي دي برضو حاجه تكه من التكات الصغيره اللي انت لازم تتعلميها، ان انت لما تيجي تعملي الجزر تعمليه مع البسله، عشان خاطر لما تيجي تفرزيهم ايه مع بعض. تمام. بعد كده بقى الميه بتاعت الكرنب غلت، فقلنا بقى نسلق الكرنبه. طبعا انا هحط الكرنبه كلها في الحله. هتقولي لي طب ازاي هتحطي الكرنبه كلها في الحله؟ هقول لك الكرنب بتاع اليومين دول بيدبل بسرعه، بيدبل بسرعه. فانت هتدنك تحركي في الكرنبه كده، شويه بشويه، وكل ما تدبل تحركيها، بحالها كده زي ما هي، لغايه ما الكرنبه كلها تدبل وتغطس جوه الحله كلها. هتبداي تطلعي يعني كل ما تحسي بقى ان هي خلاص دخلت في السليق كويس. طبعا انا مش عايزه الورق يتهري، مش عايزاه يتهري. سليق الكرنب اليومين دول يا جماعه ما بياخدش وقت خالص. خلاص. فانا مش عايزه الورق يتهري، فانت واحده واحده كده هتبتدي بعد ما يدبل خالص معاكي، هتبداي ان انت تطلعي في الكرنبه ورقه ورقه. خلاص. انا حاطه الصينيه جنبي على الرخامه، وابتديت ان انا اطلع في الكرنبه ورقه ورقه. مش عايزه اقول لكم بقى الكمون بيعمل طعم حلو قوي، بيدي الكرنب طعم حلو قوي، والسكر بيديله قرمشه جميله. وبألف هنا وشفا يا رب. تمام. وما شاء الله الكرنب بيرمي معاكي وزي الفل. طيب انا دلوقتي بقى قلبت الجزر على البسله. خلاص. وهغسله غسله نظيفه قوي، انا مش هعمل في البسله اي حاجه، لان البسله دي انا مش هخزن، يعني هي ممكن تكفيني مثلا شهرين 3.
خلاص. يعني مثلا انا مش هخزن البسله دلوقتي، يعني مثلا البسله بتاعت الصيف انا مش هخزنها دلوقتي، دي انا جايباها علشان خاطر رمضان، عشان خاطر شهر شعبان ورمضان وايام العيد. خلاص. فانا البسله دي هتقعد مثلا معايا شهرين ثلاثه، فانا مش هعمل فيها اي حاجه خالص، انا هشيلها زي ما هي. فانا غسلتها كويس جدا وهسيبها تتصفى في المصفى، وهحطها في اكياس زي ما انا قلت لكم. خلاص. طيب بعد كده بقى جبت الكرنب، بصوا انا هقطعه كده زي ما انتم شايفين كده على البلانشه، ومش هعمل فيه اي حاجه خالص، يعني انا هقطعه بنفس الطريقه السهله دي. يعني هتشوفوا دلوقتي كميه الكرنب، اللي الكرنبتين ما شاء الله طلعوهم. انا هعمل منهم 4 اكياس، هيكفوني، ممكن يكفوني مثلا على 4 مرات لو هتحشي جنبهم ورق خس، او هتحشي مثلا جنبهم بتنجان وكوسه. شايفين الجمال والحلاوه؟ شايفين؟ مفيش احسن من كده. ودي العروق بتاعتهم اهي. طبعا هحطها برضو في علبه، هحط العروق دي في علبه، وهحط دول في اكياس. تمام. وهبدا ان انا ارص الكرنب في اكياس زي ما هو ملفوف كده، بس ان انا اطلع الهواء من الكيس كويس. يعني انا هحط الكرنب في الكيس، بس لازم تفضي الهواء كويس جدا من الكيس، علشان خاطر يعني انا مش عايزاه يتلج معاكي، وعايزاكي لما تيجي تطلعيه. انا طبعا صفيت الكرنب كويس جدا من الميه خلاص، وطلعت، ابتديت ان انا اطلع الهواء كويس جدا، وزي ما انتم شايفين كده. تمام. بعد كده انا جبت العلبه دي كانت عندي. بصراحه ما كانش عندي علب كتير من العلب البلاستيك دي، فكان عندي العلبه دي بس، سبتها على قد العروق. تمام. علشان خاطر يعني ايه، سبتها على قد العروق عشان خاطر تبقى ايه، ابقى عارفاها ان دي عروق بس. تمام. بعد كده بقى انا ايه يعني انا عايزه دلوقتي اوريكم بالميزان. انا البسله ما شاء الله طلعت معايا كميه قد ايه هي والجزر. خلاص. انا كيس البسله عاملاه 700 جرام، 700 وشويه. يعني كيلو، حوالي كيلو الا ربع. ده هيكفيني مثلا، الكيس هيكفيني يومين. تمام. يعني انا بعمل الطبخه بتكفيني يومين. تمام. بعد كده جبت بقى الفاصوليا الخضراء. انا جايبه نص كيلو، ما فيش غيره يا جماعه، مش حتى مش كيلو، ما يكملش كيلو. خلاص. انا جايباه اهو. انا عامله ده بس عشان خاطر ايه، انا عاملاه ليه شوربه الخضار. انا جايبه الفاصوليا الخضراء دي لشوربه الخضار، يعني انا عندي الولاد ما بياكلوهاش. بعد كده انا جبت ميه. اول ما الميه خلاص هتغلي، ما حطيتش فيها اي حاجه، هي ميه سخنه بس مغليه. سقطت فيها الفاصوليا الخضراء، وبعد كده عندك طبق فيه ميه ساقعه عادي خالص من الحنفيه، لان احنا اصلا الجو ما شاء الله يعني الشتاء وكده، فما يهمكيش بقى ولا تقولي لي تلج ولا مش تلج. خلاص. وبعد كده هتشوفي لون الفاصوليا الخضراء دلوقتي لما هتطلع من الميه الساقعه، لونها يعني هو انتوا شايفين لونها اصلا بيحكي عن نفسها، يعني مش محتاجه ان انا اقول لونها عامل ايه. انتوا شايفين لونها ما شاء الله. لونها حلو قوي. شايفين خضرها؟ انا مش عايزاكي اصلا تحطي الفاصوليا، يعني انا مش عايزاكي تحطي الفاصوليا كتير في الميه، لا ده هي بس بتتحط كده وتتشال على طول. تمام. علشان خاطر انت لما تيجي تعمليها ده انها محتفظه بلونها وحلاوتها ونضارتها كده. شايفين لون الفاصوليا كمان وانا بعبيها في الكيس عامله ازاي؟ لونها حلو قوي، ما حطيتش عليها اي حاجه صدقوني. وعملت منهم 3 اكياس فاصوليا. خلاص. بعد كده بقى دخلت على الملوخيه. الملوخيه طبعا ما فيش ملوخيه بلدي دلوقتي، لان احنا في عز الشتاء يعني، فالملوخيه هتلاقي طول السنه هتلاقي ملوخيه، بس هتلاقي الملوخيه القطاوي ديت. تمام. هقطفها وبعد ما اقطفها هغسلها كويس جدا بالميه، وبعد ما اغسلها كويس جدا هصفيها، وبعد ما اصفيها هنشرها على الكنبه، وهشغل عليها المروحه. خلاص. اشغل عليها المروحه تنشفها. وبعد كده هجيب الكبه وهفرمها في الكبه كويس جدا. يعني انا هشتغل هفرم الكيلو ده كيلو ملوخيه. تمام. هفرمه في الكبه كويس جدا. انا برضو مش عايزه ان انا اجيب كميه كبيره، يعني انا مش عايزه اجيب كميه كبيره من الملوخيه، علشان انا ما بحبش برضو الخضار يقعد فتره طويله عندي في الفريزر. خلاص. فانا جبت الملوخيه زي ما انتم شايفين كده، عملت كل الكميه. الكبه عندي ما شاء الله بتخرطها زي المخرطه ويمكن احسن. وطبعا دوت عشان خاطر برضو الناس اللي هي ظهرها وجعها ما تقدرش تقعد ان هي تعمل الملوخيه، تقعد بقى تشتغل بقى في الملوخيه وكده، تخرط يعني بايديها وكده، لان دوت طبعا مجهود عليهم. خلاص. فانا حطيت شويه شوربه عليها كده، وحطيت مكعب مرقه
اهو بصوا، شايفين الجمال والحلاوه ما شاء الله. وهعبيها في كيسين 2، لان هي الملوخيه القطاوي دي ما بترميش ورق كتير، يعني هي ما بترميش، ما بيبقاش سمكها قوي يعني. بس شايفين بقى لونها عامل ازاي؟ لونها جميل جميل جميل. عملت لي كيسين برضو بألف هنا وشفا. برضو هنطلعهم مثلا جنب المحشي، جنب اي حاجه في رمضان كده نعملهم. تمام. جبت بعد كده الطماطم بقى. سبت بقى الطماطم لما هديت خالص. ويعني شايفين اللون بقى بتاعها مع البنجر تحفه. وهبدا ان انا هخلط الطماطم دي، وهبدا ان انا اجيب الخلاط بتاعي واخلط الطماطم مع البنجر ده. الطماطم طبعا انا سبتها لغايه ما اتسبكت خالص، يعني انا سبتها في الحله لغايه ما اتسبكت خالص. فانا هصفيها وهحطها على طول في البطرمانات وهعينها على طول. خلاص، يعني انا جبت الطماطم خلطتها مع البنجر وصفيتها. شايفين لونها عامل ازاي؟ لونها جميل جدا، لونها حلو قوي. ما تقوليليش بقى اي صلصه جاهزه من بره. جربي الطريقه ويا سلام بقى لو انتي. والبنجر كمان بيديها قيمه غذائيه عاليه جدا، يعني انتوا عارفين قيمه البنجر الغذائيه عاليه جدا. شايفين لونها عامل ازاي؟ ما تقوليليش بقى الصلصه الجاهزه من بره، ما فيش احسن من كده. شايفين لونها وجمالها بعد ما صفتها. وصدقوني ما بتطلعش، خلي بالكم، ما بتهدرش كتير في القشر. يعني لما بتعمليها بالطريقه دي بتسهل عليكي عمايلها، وبتسهل عليكي الطبيخ، وبتسهل عليكي كمان الكميه، يعني بتديكي كميه ما شاء الله. وما شاء الله شايفين الكميه اللي اديتها لي، يعني كميه ما شاء الله كبيره. تمام. بعد كده بقى انا حبيت ان انا اوريكم بقى الحاجات اللي انا عملتها. بصوا، انا عملت كده اهي. دي الملوخيه، طلع لي كيس الملوخيه، وطلع لي 3 اكياس فاصوليا خضراء اهي علشان شوربه الخضار. انا قسمتهم كده حاجات بسيطه عشان شوربه الخضار. وطلعوا لي ما شاء الله حوالي 6 علب صلصه وكيس صغير كمان. قلنا بقى نطبخ بيه اي حاجه، مكرونه بقى، اي حاجه عندك تطبخيها. ما شاء الله 6 علب صلصه وكيس اهو من الكميه اللي احنا طلعناها. تمام. وطلعوا لي 4 اكياس بسله بجزر، 4 اكياس بسله وجزر. وطلعوا لي كمان 4 اكياس من الكرنب. ما شاء الله. انا قعدت اصور في الفيديو دوت يومين. ما تنسونيش في اللايك، اللي وصل لغايه هنا ما ينسانيش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. هو يوم هتتعبي فيه بس هتملي بيتك خير ورزق، وكمان هيسهل عليكي كتير جدا في الايام اللي جايه. وكل سنه وانتم طيبين وبخير وبصحه وبسعاده ومناسبه شهر رمضان الكريم. وعايزه اقول لكم ان الحاجه لما بتبقى عندك جاهزه في الفريزر بتسهل عليكي. واحنا بقى داخلين على رمضان شهر العباده، عايزين نقرا اذكار كتير، نقرا قران، نصلي التراويح، نصلي قيام الليل، مش عايزين نفوت حاجة. كل سنة وانتم طيبين وبخير. ودي الكمية اللي طلعت اهي، بسم الله ما شاء الله. الكمية اللي طلعت لنا اهي، ما شاء الله لا قوة الا بالله. وكل سنة وانتم طيبين وبخير وبصحة وسعادة. اشوفكم على خير الفيديو الجاي.